سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى بانكم بافضل الاحوال. اليوم جبت لكم وصفه ديال الكروكيت بالبطاطا اللي تنحتاجو لهم بطاطا مسلوقه بطبيعه الحال على حسب الاشخاص. هنايا غادي نحتاجو العلبه ديال الطونه مع القليل من الزيت، يعني ما تستعملوش الزيت ديالها كامله، غير شويه. غادي ندوزو من بعد باش نضيفو الملحه. غادي نخلطوا الخليط ديالنا. من بعد ما غادي نخلطوا الخليط ديالنا غادي نزيدوا عليها مثلث ديال الجبن مع شويه ديال الربيع باش تعطينا واحد القوام زوين. وكيف ما كتشوفوا معايا فانا هنا ضفت عليها شويه ديال البصله اللي سبق ليا حمرتها، او كيف ما كنقولوا عسلتها. كتعطيها البصله المحمره او المعسله، كتعطيها واحد المذاق هائل ورائع جدا. دابا كيف ما كتشوفوا معايا انا غادي نبدا نجمع الخليط ديالي. من بعد ما غادي نجمعو غادي ندوز باش نصاوب كويرات ديال البطاطس، غادي نديرهم في البيض، ومن بعد غادي ندوزهم في لاشابلور وغادي ندخلوهم باذن الله القلايه الهوائيه. هاد الوصفه كتجي مقرمله ومقرمشه ولذيذه بزاف، واكثر من ذلك كتجي صحيه، يعني ما غادي تحتاجوش للزيت. يمكن لكم تعوضوا الهير فراير، يمكن لكم تعوضوها بالفران، فاكيد غادي تجي معكم الوصفه ناجحه ومقرمشه ولذيذه بزاف. كنتمنى ان الفيديو ديالي يكون نال الاعجاب ديالكم، كنقول لكم الى اللقاء.